لا تعلموا بناتكم أن تكون ضعيفة ليراها المجتمع أنثى. لا تعلموا بناتكم أن تكون ضعيفة، الدموع في عينها والشكوى على لسانها حتى تعكس صورة تلك الجناح المهيض لمعنى الأنوثة. لا، علموا المرأة أن تكون قوية. أليست وصية النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ علموا بناتكم يا سادة أن تكن فارسة. أليست هي من يربي المجتمع؟ أليست هي التي تحتضن الأبناء وتجعلهم جنودا للوطن؟ يا سيدي علم ابنتك أن تتخذ القرار. إن لم نكن لها عونا سنكن لها عائقا. علموا فتياتكم يا سادة أنها سكن ووطن. علموهن أنهن أمان للخائفين. وتذكروا النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل من الغار أول ما لجأ لخديجة: لا والله لا يخزيك الله أبدا. إياكم أن تخرجوا بناتكم ضعيفات خائفات. إياكم أن تربوهن على الخوف حتى لا يتمرد عليه أحد. علموهن القوة، الشجاعة. تذكروا خولة وهند، تذكروا النساء القويات. إياكم ثم إياكم أن توهموا الفتاة أنك أنت ستحيين خائفة، قبرا في الممات وقبرا في الحياة. لا، علموا المرأة أنك من يصنع من القبر وطن إن أرادت. لا تعلموا النساء أنك بلا فارس الأحلام لن تحققي أي شيء من أحلامك. علموا المرأة أنها تستطيع أن تحقق أحلامها فهي الفارسة. علموا بناتكم القراءة، التعليم، مفكرات، مخترعات، بارعات. أخرجوا لنا وطن داخل وطن. إياكم أن تجعلوا المرأة ضعيفة. إن خرجت فالذئاب تنتظرك. علموها أن تخرج وبيدها السيف يخشاها الرجال. لا تعلموا المرأة أن تخشى من نظرة المجتمع إليها، فالمجتمعات العربية متناقضة. ترى الشاب بخطئه ملاك، شاب متهور، وترى الفتاة بخطئها لم تربى، بلا أدب وقليلة أدب.